السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشني 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 من الفيديو اللي فات. حبايبنا حبايبنا حبايبنا، ما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم ولا من كل حاجة حلوة بتعملوها. ربنا يا رب يسترها مع الجميع يا رب. حبايبي عاملين ايه؟ يلا بقى ايه الاول، احنا كده فطرنا، نقول بقى ايه: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم، ونبتدي الشغل عشان ربنا ييسر لنا كل حاجة بنعملها. وانت بقى كده بتعملي كل حاجة، اذكري الله وانت طول ما انت واقفة، طول ما انت واقفة استغفري، سبحي كده كل حاجة كده، وانت يعني شغلي بقك بذكر الله طول ما انت بتعملي حاجة، والله كل حاجتك هتبقى مقضية وزي الفل. البت كنزي جميلة، كل عايزة اسلم عليكم. تعالي يا كنزي. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا مش متشكرة جدا ان انتوا قلتوا لتيتا توافق ان انا اطلع معاها كل فيديو. شفت بقى كنزي بتحبكوا قد ايه حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنا بقى ام حمادة بصي بتعمل بنصبن بقى، بنروق مطبخنا دوت. وبص هقول لكم الفيديو ده كمالة الفيديو اللي فات، بس انا قصرت في الفيديو اللي فات عشان ما يطولش عليكم وترجعوا تزهقوا من ام حماده، وانا مش عايزه حد يزهق من ام حماده. حبايبي اللي بيحبوني انا مش حابه ان هم يزهقوا مني، فطبعا رحت قلنا كفايه كده اهو، بس ده كان كمالته، ده كان كمالة الفيديو اللي هو اللي فات. هنا بقى ام حماده بتصبن في المواعين وبتشطب الماء الحوض، وانتوا طبعا عارفين ان الحوض بيولد، بس انا ما بيهمنيش، انا كل حاجه في المواعين او في المطبخ يعني انا بحبها. والله ساعات ام كنزي تقول لي ايه، طب انا هشطب المطبخ، اقول لها ما بحبش حد يعمل لي حاجه في مواعيني، انا اللي احب اصبن المواعين واغسل وادعك واعمل كده، وافضل امسح في الرخام والبوتاجاز وكل حاجه اعملها. البوتاجاز اللي وراكوا ده قبل ما احط عليه الحله دي تستوي كنت عاملاه. فانا بحب يعني ايه المطبخ، احب اعمله بايدي. هم ولادي عارفين طريقتي وكل حاجه، بس اهو انا بحب اعمل الحاجه بايدي يعني. بصوا كده خلاص كده ام محمد بصي خلصت في ثواني، يعني ما شاء الله. انا المواعين ما بتتعبنيش او مش صعب معايا، شتاء صيف هي مش صعب معايا. بخلصها على طول وبعملها، يعني ما بيهمنيش يعني حاجه في المواعين اهو، والفوه تغسل وكل حاجه خليها اعملها. البطرمان الليفت دوت انتوا عارفين انا ما كده كده طول ما الليفت شغال موجود اعمل ليفت، لان انا بنحبه. لكن والله كنت عند الدكتور وقال لي خف املاح، بس اهو لازم اللي عندي ياكل. هنا بقى بص البصل دوت انا بقطعه كده ايه حلقان كده. تعالوا بقى نعمل ايه حبة اكل اقول لكم اهو، هتوريكم ام حماده ده ايه بقى. عدس، نعمل حبة كشري زي العسل. بصراحة كان نفسي فيه الكشري ده، وقلت بقى والنبي اللي اعمله، مع اني والله الدكتور قال لي كلي مسلوق عشان برضو الاملاح، بس النفس اماره يا جدعان، النفس اماره. ده بصل اهو اتحمر اهو زي ما انتم شايفين، وحطيته كده على ورق عشان ما يبقاش فيه زيت. وهنا دي الشعريه، والعدس طبعا ايه صفيته حطاه في مصفى يصفى. التليفون ابن الهرمه انا مفكرته ان هو بيصور، طلع ما بيصورش. كنت عايزه اوريكم الطريقه ديت بتاعت ان انا بعمل ايه في الكشري. بس بص انا بعمل رز وعدس. ما تعيبوش على ام حماده، انا وولادي بنحبش الا الرز والعدس، مكرونه لا.
مكرونه ناكلها لوحدها، مثلا مكرونه بقوطه، مكرونه محمره، انما في الكشري بالذات انا ما بحبهاش في الكشري، لا انا ولا ولادي. الله يرحمه ابو حماده ويغفر له ويسامحه، هو اللي كان بيحبها في في الكشري. كنت طبعا مضطريه ان انا اعملها في الكشري. بس احنا انا وولادي ما نحبش الا الرز وشعريه وعدس بس. انما قلت ممكن احط شويه لسان العصفور، انما قلت ان انا احط مكرونه واسلق مكرونه، لا احنا ما نحبهاش. احبش مع ان انا عملتها في القناه، بس انا ما بحبش الا هو الرز والعدس اهو. كده انا بصوا حطيت حمرت الاول طبعا البصل وشيلته، ورحت شايلاه كله وحطيت مكانه الشعريه، ورحت حاطه الرز اتحمر، حطيت له شويه كمون صغيرين وشويه ملح، واديني بحط الميه اهو عليه. وهنا بقى دي التومه بتاعت بتاعت الصلصه اهو. كده انا قفلت عليه. بصوا هي كده بقى هيشرب بس الميه، واروح راميه عليه العدس. انا فكرت التليفون بيصور، طلع خني ما صورش التليفون. كنت عايزه اوريكم. هو عامه اللي هو بيشرب بس شويه، واروح جايبه العدس واروح راميه عليه واقلب اقلب اقلب، واروح مغطياه اهو، واروح ده بيشرب من ده بقى، بس بصفي منه الميه الغامقه بتاعته. هنا بقى محمده بص بتغرف اهو. يلا زي ما انتوا، ودي شويه بصل اهو، شويه صغيرين، انا اللي كنت هاكل شويه صغيرين، كانش حد معايا والله، لسه ما كانوش حد جه. بس كده يلا، بألف هنا والشفا للي كل، وبألف هنا والشفا للي شاف، بألف هنا والشفا. هنا بقى الغسيل اللي طلع، كان الغسيل الابيض كده كنت غسلاه. وهنا بقى مش انا بقول لكم ده كمالة الفيديو اللي فات، بس كان هيبقى طويل، كنت هتزهقوا من ام حماده، تقول هي ام حماده بقى هي جايه كل ده تقرفنا ولا ايه؟ مع ان انتوا حبايبي، انا بقى مش عارفه اللي بيحبني مش من اللي بيحبني، انما انتوا حبايبي، واللي عندي كان ناس محترمه، بس حبايبي بيتفرجوا وما فيش اشتراك. يعني في حبايبي بيتفرجوا بس مش بيشتركوا، مش عارفه ليه. حبيبتي انت مش هتخسري حاجه لما تدوسي على الاشتراك، بس انت كده هتحفزيني وترفعي من نفسيتي، وهقول حبايبي بقى، حبايبي ما تحرمش منكم. وبالله عليكم حطوا لأم حماده لايك، واللي ما اشتركش يشترك. خلاص حبايبي ما تحرمش منكم يا رب، ويديكوا الصحة كل اللي عندي يا رب. عارفين انا بدعي كده على طول، انا على طول بدعي. ام حماده بقى هنا بتنشر الابيض كده. بص انا بحب انشره بالليل. قولوا لي ليه؟ عشان عزكم الله لا دبانه تقف عليه ولا تيجي عصفوره تعمل لي حمام عليه. مع الف سلامه حبايبي.